شايفين الجمال؟ القرص الفلاحي بالقشطه الصافي طريه من جوه وريحه الخير طالعه منها زي ايام زمان. شايفين وانا بمسكها الطروه وقلبها كده الابيض الجميل وانا بقسمها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض القرص الفلاح على اصولها بالقشطه الصافي، طعم غني وبلدي يفكرك بالريحه زمان واللمه الحلوه. اول حاجه هنصلي على النبي. اول حاجه انا جبت قطعه خميره بيره كده يا جماعه في حدود ال20 جرام، قد قطعه عين الجمل اللي هي من بالقشر بتاعها. تمام. بعد كده جبت نص كيلو من الدقيق، والدقيق دوت يا جماعه انا مستخدمه نوعين من الدقيق، ربع كيلو من الدقيق القوي وربع كيلو من الدقيق الضعيف. الدقيق اللي هو القوي يا جماعه اللي هو دقيق بتاع البيتزا، والدقيق الضعيف اللي هو دقيق زي دقيق المروه جميع الاستعمالات. بعد كده جبت معلقتين كبار من اللبن البودرة هنا في حدود 20 جرام، ومعلقتين كبار من السكر كده في حدود 75 جرام. وطبعا حطيت رشة ملح بسيطة، وحطيت 5 جرام من البيكنج باودر. وطبعا بعد كده رحت حاطه كوبايه من القشطه دي بتاعت وش اللبن، او القشطه اللي هي بتاعت الجبنه الفلاحي. ما ننساش كوبايه القشطه دي 200 جرام. وطبعا سنه ملح بسيطه كده اهوت يا جماعه. بقول لك دي ربع كوبايه من اللبن الرايب، هنشوف هنحتاجها ولا لا. دي عامه في حدود ال50 جرام الماشيين بالميزان. تمام. لبن رايب عادي كده سائل. لو عندك زبادي تمام مفيش اي حاجه، بس الزبادي يبقى تقلبيه كده عشان يبقى طري وحلو. بعد كده فضلنا كده نعجنه كده بالعجانه. ما عندكيش عجانه هتعجني في البوله بتاعتك كده لغايه ما تحسي العجينه. لو محتاجه سائل هتحط لها ربع كوبايه لبن رايب زي ما انا حاطه لها كده. هي خدت معايا ربع كوبايه من اللبن رايب في حدود ال50 جرام. تمام. شوفي كده لو محتاجه حطي. بعد كده ما عجنتها كده خدت لها بالظبط يا جماعه عجن 5 دقايق بالظبط، لفت معايا وادتني السمك اللي انت شايفاه ده والنعومه اللي انا عايزاها دي. بعد كده رحت حطها في البوله او في بتاعه العجانه، المكسر بتاع العجان، وسبتها تتخمر كده يا دوبك كده هو في حدود الربع ساعه، عشان احنا في الصيف هتتخمر على طول. تستريح كده في حدود كده 10 دقايق بالظبط، مش عايزه اكتر من كده. بعد ما اتخمرت كده هبتدي بقى اطلعها عندي وابتدي اقطعها على طول اشتغل فيها. هقطع كده كل قطعه اهي بطلعها اهي، واقطع كل قطعه بتاعتي. ممكن حسب رغبتك، ممكن تقطعيها 50 جرام، يعني ممكن تقطعيها صغيره اللي انت عايزاه دي حاجه ترجع لك انت. انا قطعت القطعه هنا 50 جرام، ممكن تقطعيها كده في حجم البرتقانه. رحت جايباها مقطعاها ولماها كده زي السره كده، وبرمتها زي الكوره، ورحت رصاها في الصاج ده انا دهناه ريحه زيت بسيطه، بقولك بسيطه خالص. بعد كده زي ما انتوا شايفينه كده، شوف بلفها ازاي. شايفين العجينه ملمسها ناعم وجميله ازاي. عايزه اقول لكم وانا بلفها شايفين منظر ايدي، حتى القشطه جميله، الريحه عايزه اقول لك والله العظيم من قبل حتى ما ادخلها الفرن الريحه كانت رهيبه جميله جدا يا جماعه. شايفه دي بقى القرص الاصليه اللي كانت جدتي كانت بتعملها ايام زمان، من الخير اللي كان بيطلع كده اهو يا جماعه كده من وش اللبن. عارفينه؟ شايفه بقول لك الملمس. هو بيتكلم عن نفسه، ولا استخدمنا زيت ولا استخدمنا سمنه، كل حاجه طبيعيه. عايزه اقول لك لما تاكليها هتوديكي في حته تانية خالص، اكنك بتاكلي قشطه. طبعا حاجه سكاره، حاجه طعم ما فيش بعد كده، ده غير اللون. طبعا ده نص كيلو. شوفي النص كيلو عملوا لي كام قد ايه يا جماعه؟ يعني قد كده دوت 6 7 8 عملوا لي 12 واحده او 13 قرصه في الحجم اللي انتوا شايفينه. طبعا انا كورتها وسبتها بقى تتخمر، وبعد ما اتخمرت كده في حدود كده ربع ساعه وانا مغطياها، طبعا غطيتها وسبتها تتخمر كده حدود ربع ساعه وعليت معايا. هبتدي كده ابططها بكف ايدي مش بالصوابع. لو بططتها بصوابعك هتعلم على القرصه، بططها بكف ايدك. تمام. زي ما انت شايفين هتتفرد معاكي بكل سهوله. بعد كده بقى شوفي انا بعمل الصاج التاني اهوت. تمام. تمام اهو. بعد ما ضغطت كده اهوت على القرص كده اهو، هسيبها بقى. رحت مغطياها بكيس وسبتها تتخمر كمان في الحر ده، هتقعد معاك نص ساعه او ساعه الا ربع. في الوقت قبلها كنت مشغله الفرن بتاعي قبلها بنص ساعه في الرف الاوسط، درجه الحراره بتاعتي 200. درجه الحراره بتاعتي بتبقى عاليه عشان احنا الفرن بوتاجاز عادي كريازي بسوي فيها يا جماعه. تمام. يبقى في الرف الاوسط درجه الحراره بتاعتك عاليه. هعلي الشبكه بتاعتي، هحطها تحت الشوايه. ليه؟ عشان مش عايزاها تكون منها مباشر على النار، عشان القرص بتاعتي ما تتلسعش. فهحطها فوق شويه، هعلي الشبكه تحت الشوايه حاجه بسيطه، بس مش هولع الشوايه. طبعا انا سويتها قعدت معايا 20 دقيقه بالظبط في الفرن يا جماعه. بقول لك درجه الحراره كانت 200. وطبعا انا ما ولعتش الشوايه خالص، ده لونها الطبيعي. شايفه الطراوه اهي، واضح الطراوه وملمس القرصه اكنك جايباها من الافران. جميله جدا، ولا حطينا فيها سمنه ولا حطينا فيها زيت. وعايزه اقول لك طراوه وجمال. نفسي تتابعي بس المخبوزات بتاعتي. شايفه وانا بقسمها، شايفه قلبها الابيض. عايزه اقول لك اقسم بالله لما تاكليها تحسي كده بطعم القشطه الكريمي فيها، حاجه كده خيال. لو وصلت معايا للفيديو ده ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو،
وعايزين اي حاجه تقولي تحت في التعليقات. القرص دي تنفع للمدارس، خصوصا المدارس داخله علينا، تنفع للكليات تفطروا بيها. شايفين الجمال يا جماعه؟ شايفين المنظر القرص؟ والله يا جماعه ده اساسا الصوره بتاعتها الطبيعيه. انا خلصت الفيديو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.